ثم قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. من يرتد عن دينه ولا يرضى بهذا الدين فإن الله عز وجل يستبدل هؤلاء بأقوام آخرين يحبون الله والله يحبهم. كرامة. ما أوصاف هؤلاء؟ من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إذن حب متبادل، لأنهم أحبوا الله عز وجل وأخلصوا له، جزاهم الله عز وجل بمثل ما قاموا به، وهو أنه يحبهم سبحانه تبارك وتعالى. وهذا عنوان الولاية يا إخوان، هذا عنوان الولاية. من حصلت له هذه الكرامة وهو أن الله يحبه فإنه ولي الله حقا. هذا الذي يخشى أن يعترض له وأن يتعرض له بالسب والشتيمة والوقيعة والضرب والإيذاء وغير ذلك من أنواع الإيذاء. فاحذروا أن تعادوا أولياء الله عز وجل حقا. من هم هؤلاء؟ الذين هم قائمون على شريعة رب العالمين تحقيقا لأوامرها وانتهاء عند نواهيها وتحقيقا للتوحيد الكامل الخالص لله تبارك وتعالى. فهؤلاء هم الأولياء حقا، المتبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، المقتفون أثر سنته عليه الصلاة والسلام. فقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ما أوصاف هؤلاء؟ قال: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. إذن نفتش يا إخوان في حالنا وفي نفوسنا، هل نحن ذليلون أمام المؤمنين عزيزون أمام الكافرين، أم أننا متعنترون متجبرون على إخواننا المسلمين، خانسون أمام الكفار منحنون، نبذل الاحترام الكامل والتوقير الشامل وحسن الخلق الكبير؟ ينبغي أن ينظر كل مسلم في حاله. الأسف الشديد يا إخوان، نحن اليوم نعاني ظاهرة خطيرة، وهو تنمر وتغطرس وتجبر بعض الإخوان على إخوانهم واحتقارهم وازدرائهم وعدم الالتفات إليهم، وبالمقابل توقير وتبجيل من لا خلاق لهم من أهل المعاصي والفجور، ممن لهم مكانة ولهم جاه في هذه الدنيا. فليفتش المسلم في حاله، وليربي كل مسلم نفسه على حب المؤمنين والذلة لهم، كما وصف الله جل وعلا صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. شوف، أشداء على الكفار رحماء بينهم. إذن لا بد أن تكون رحمة بين الإخوة وتذلل فيما بينهم وعطف واستكانة، وتكون تلك العزة والأنفة مع غيرهم من أهل المعاصي والفجور، ومن باب أولى مع أهل الكفر والضلال والانحراف. نسأل الله السلامة والعافية.